بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير، يا رب يجعل ايامكم كلها خير ويكرمكم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله باذن الله تعالى النهارده معايا موضوع مهم جدا، موضوع جميل وان شاء الله يعجبكم باذن الله. وهو قبل ما نبدأ الاول نقول اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا وقنا عذاب النار، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا ان شاء الله باذن الله تعالى كلنا داخلين على رمضان، ورمضان شهر مفترج وجميل، ربنا يكرم الناس كلها فيه يا رب، ويرضي الناس كلها فيه، اللهم امين يا رب العالمين. باذن الله تعالى موضوعنا النهارده باذن الله، وموضوع الفيديو بتاعي عن ازاي نراضي الناس في رمضان، وازاي يعني الناس ترتضي في رمضان واحنا نقدر نراضي الناس كلها. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان شاء الله تعالى في رمضان ده طبعا شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار، وكلنا بننتظر اعمال الخير. فيا جماعة كل واحد يقدر يساعد حد يقدر يساعده، كل واحد يقدر يزور حد يقدر يزوره في رمضان، نكتر من الصالحات واعمال الخير والبر. يعني مثلا طبعا اطعام الطعام ده اهم حاجة، وافطار الصائم ده مهم جدا في رمضان اكيد طبعا. فان شاء الله نحتسب كل ايامنا كذلك طول شهر رمضان ان شاء الله. اي ام بتجهز فطار لاولادها ولاهلها ولعائلتها ان شاء الله باذن الله تحتسب كل حاجه لوجه الله الكريم، وان هي بتعمل افطار طيب، افطار صايم. واي اب برضو بيجهز فطار لاولاده او بينفق في البيت وفي اسرته وكده، يحتسب كل حاجه لوجه الله تعالى ان هي افطار صائم في رمضان. كمان يا جماعه اللي ما بيزورش امه وابوه، الام والاب يا جماعه، ان شاء الله في رمضان نغتنم الفرصه اللي امه اللي والده ووالدته موجودين، يعني ربنا يديهم الصحه، يقدر ان هو يطلع يعني ما شاء الله يعني ثواب عظيم ليهم جدا. اول حاجة يزورهم، ان كانوا بعيد عنه يعزمهم في رمضان مرة واتنين وتلاتة، ويا ريت الشهر كله. اللي امه مثلا وابوه ما هماش قادرين، يحاول ان هو يساعدهم ويبرهم، وربنا يكرمه يا رب ويجازيه خير. طبعا في زوجات ربنا يكرمها يا رب بتبقى يعني حماها وحماتها دول بيبقوا عندها يعني حاجة عظيمة وحاجة مهمة، وست بتكون خلوقة ومحترمة. بحترمها جدا وبقول لها يعني انت على راسنا كلنا، انت ست محترمة لانك بتحترمي حماكي وحماتك. طبعا دول ناس لازم نحافظ عليهم، ولازم نحط المعنى ده قدامنا كلنا وربنا يكرمنا فيه. ونغتنم الفرصة برضو لأبونا وأمنا، إحنا الناس اللي ربنا يديهم الصحة دول، اللي تعبوا كتير عشان يوصلونا للي إحنا فيه. لازم كلنا إن شاء الله نقدر النقطة دي، وإن شاء الله ربنا يكرمنا نقدر إن إحنا نساعدهم ونوفر لهم كل احتياجاتهم. وما اسمهاش عزومة، ما اسمهاش عزومة إن أنت بتعزميهم في الفطار والكلام ده كله، ما اسمهاش عزومة، ده واجب علينا، ودي طعمة ربنا بيأجرنا عليها وبنؤجر عليها ونحتسبها لوجه الله. سواء الأم أو الأب أو أي حد. لو جنبك جار مسنة أو جارة مسنة وناس يعني ظروفها صعبة أو مش صعبة، محتاجين منك مساعدة، محتاجين منك حاجة، لازم حضرتك يعني تتفضلي كده مشكورة وتساعد الناس عشان ربنا يبارك لك ويجازيكي خير. انت ست البيت تقدري تعملي كل حاجة لوجه الله تعالى وتحتسبي كل حاجة عند ربنا، وربنا هيجازيكي خير. اوعي تفكري ان انت بتعملي حاجة وهتضيع منك عبث، لا والله، ده انت كل ما بتعملي حاجة بتؤجري عليها وبتتحسب في ميزان حسناتك، وربنا بيكرمك لوجه الله الكريم. فاغتنموا الفرصة واغتنموا شهر رمضان واحتسبوا كل حاجة عند ربنا، وعددوا النوايا لله لوجه الله تعالى عشان ربنا يكرمنا ويؤجر. كمان طبعا السيدات اللي هم بيبقوا شداد شوية وصعبين شوية مع أزواجهم، أو اللي هم مسيطرين زي ما بنقول كده، أو مثلا إيه
يقدروا يمشوا الدنيا كده. بلاش بقى ان انت تعصي حد على ابوه ولا على امه ولا على اخته ولا على اخوه. خليكي ست محترمة، خليكي ست قريبة لربنا عشان ربنا يكرمك ويرضيكي. بلاش تبقي شديدة، بلاش تبقي جافة، بلاش تبقي قاسية. خليكي طيبة، خليكي حبوبة، خلي الناس تحبك عشان ربنا يرضى عنك. انا خايفة عليكي انتي اللي هي بتبقى مسيطرة في حياتها وتقول له ايه، بلاش امك، بلاش ابوك، بلاش اختك، بلاش اخوك، اخوك وحش، اصل مرات اخوك، اصل مش عارفة عمتك، اصل خالتك. لا، قربي من الناس كلها. خليكي طيبة، خليكي كويسة عشان ربنا يكرمك في بيتك وفي عيالك وفي صحتك، ويرضيكي خير وتؤجري عليه وتحتسبيه عند ربنا. ربنا هيكرمك. فما تبقيش قاسية على الناس، خليكي طيبة وحنينة. اهدي كده مع نفسك واهدي مع اللي حواليكي عشان ربنا يرضى عنك. لما ربنا يرضى عنك الدنيا كلها تتفتح لك، هتبقي سعيدة وهتسعدي اللي حواليك، والناس هتحبك وتفرح بوجودك حواليها. لكن لو انت شديدة وقاسية وصعبة، الناس هتبعد عنك وهتنفر منك ومحدش هيحبك، والدنيا هتبقى وحشة خالص معاكي. فاحتسبي كل حاجة عند ربنا وارجعي لله. عايزة بقى اقول ايه، اه لو حد قابله حد مثلا يعني في ظروف وحشة، يفك عليه عشان ربنا يكرمه. لو حد مثلا ظروفه حلوة وجنبه مثلا جار مسن مش قادر حتى يقف على حيله، خش ساعده، ما يجراش حاجة. لو انت راجل زيه، خش شوف طلباته واحتياجاته ايه، تقدر ان انت يعني تعمل له حاجات كتير. هو ما هوش قادر يقف، او مريض، او متقاعد، او مثلا ما هوش قادر ان هو يخدم نفسه. انت خدمه لوجه الله كريم، واحتسب كل حاجة عند ربنا وربنا هيجازيك. ولو انت اخت فاضلة برضو في بيتك وجنبك جارة مسنة او تعبانة، خشي خدميها لوجه الله، والله ما تعرفي اجرها عند قد ايه عند ربنا ان انت بتساعدي حد محتاج مساعدة. وخصوصا الناس كبيرة السن دي، ارحموهم يا جماعة، هم تعبوا في الحياة، وصل بيهم